بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله هنبدأ نكمل تاني محاضرة من ورشة التصميم الخارجي ب 3 دي ماكس والفي راي واظهار الفوتوشوب. بعد ما خلصنا البادي بتاع المشروع بتاعنا اللي هو الدور الاول والتاني والتالت، هنبدأ نكمل بقى ونقفل الموديلنج بتاعنا. طبعا احنا عملنا الموديل الرئيسي، ناقص بقى شوية رتوش كده خفيفة زي المدخل بتاعنا ده، والمفروض يتعمل له زي ابروتش كده او مدخل بالشكل ده كده تبقى بارزه شويه. دي هنعملها موديلنج لوحدها. في مدخل صغير هنا ده هنعمل له موديلنج لوحده، زائد الكرانيش اللي موجوده عندي في الادوار واللي موجوده عندي في الدروه اللي فوق دي. بعد كده بنبدا نحط البلوكات الخفيفه بتاعتنا اللي هي بتزين المشروع، اللي بتحلوه اكتر، بتديله رياليتي اكتر. هنبدا نكمل على المشروع اللي احنا بدأناه. اول حاجه هنرسم الجزء بتاع المدخل بتاعنا. طبعا هو نفس الستايل ده كده، ولكن هنرسمه من هنا بالشكل ده كده، ونبدأ نديله السمك بتاعنا. ندخل على لاين اس بي لاين، وبعدين ننزل تحت على اوت لاين، نديله السمك بتاعه وليكن مثلا 40 سنتي. طبعا عشان بس تعرف السالب والموجب والكلام ده كله، انا بروح اعمل كده عشان اشوف الرقم هنا، القيمة هنا بتديني سالب ولا لا. كده يبقى انا بقى بشتغل في السالب، بما ان الرقم واحد، الفيرتكس بتاعت رقم واحد من الشمال، فهكتب هنا سالب 4/10 بالشكل ده كده، وهبدأ اديله اكسترود. اكسترود قيمته قد ايه؟ هنزل بيه الاول السالب 3.5 عشان اوزنه بدي الاول اللي هي الجزء ده، وبعد كده ارفعه براحتي. هنا تقريبا مرفوع حوالي 40 سنتي الاول عن الدور بتاعه، يعني هنا مرفوع 40 سنتي، وبعدين ال 40 سنتي دول زادوا فوق، وزاد ليهم طبعا دروه كده ليها مثلا وليكن 40 هي كمان، فاحنا هنطلعه ال 40 سنتي في الزد. وبعد كده هبدأ اديله اكسترود تاني، او ممكن بالايديت بولي بقى ارفعه في الزد 40 سنتي كمان. طيب ده بالنسبة للجزء كامل. طب هنفرغ دي ازاي؟ بنفس الطريقة اللي كنا بنفرغ بيها الكيرفات او الشبابيك، في الكيرفات بالذات يعني. هنعمل الشكل بتاعنا. طب هنا طبعا انت بتبقى عارف الزاوية بتاعتك كام، تقريبا هنا كانت 30، انا مش فاكر بالظبط. وهناخده ايزوليت، بعدين هبدأ ارسم الكيرف بتاعي عشان نرسمه بالظبط. هنشيل السناب وافعل القرص عن طريق ان انا بضغط شيفت وارسم نقطة كمان بالشكل ده. ما اترسمتش بالظبط، هنرجعها. المفروض النقط كلها تبقى على بعض. انا كده رسمته، ممكن ناخده ورا شوية بس عشان نبقى براحتنا. دول هرفعهم فوق بس بالقيمة اللي انا عايزها، وليكن مثلا هرفعها بقيمة 2 متر و40 في الزد. نزود شوية كمان، خلينا للآخر. وهنا هبعدها عندي 40 سنتي برضو. نفعل السناب،
سالب 40 في الاكس، وهنا 40 في الاكس، ودي طبعا تيجي على دي. طبعا ده كله عشان احنا ما رسمناش من الاول. وبنفس الطريقة همسك الاتنين فيرتكس دول واروح اعملهم ويلد زي ما كنا بنعمل قبل كده، اسف نعمل فيلت زي عشان نعمل الكيرف بالشكل ده. ممكن بقى نعليها شوية في الزد 20 سنتي مثلا، حاجة بسيطة. وممكن نفعل انتربوليشن نخليها ادابتيف عشان تبقى فيها نعومة اكتر، عشان بس امسح الاتنين دول والاتنين دول، وادي الاكسترود بتاعي هيديني التفريغة اللي انا هفرغها. همسك العنصر بتاعي قبل ما افرغه الاول هديله الشكل اللي انا عايزه. الشكل ده هياخده ازاي؟ زي ما كنا بنقول قبل كده، هرسم خطوط انا هنا هقف في الفرونت وهرسم الخطوط اللي انا عايزها بالشكل اللي انا عايزه. وليكن مثلا هرسم خط بالشكل ده، وهنديله التاتش عشان نعملهم مع بعض. او من الاول كنا عملناه شيب واحد، وبعدين اعمل له ميرور في الاكس انستنس او كوبي عشان نوديه الناحية التانية بالشكل ده كده. وبعدين نروح مدينه سمك بعد ما نعمله اتاتش. عندك طريقتين، اول طريقة انك انت تديله سمك وبعدين تعمله بوليون، او انك انت تديله اوتلاين كله ده، تديله اوتلاين وليكن مثلا الاوتلاين اللي احنا كنا مدينه 2 سم او 2 سم ونص، وبعدين تعمل له شيب ميرج. هاجي هنا واروح قايل له، نحفظ الاول ده رقم 3، هروح من هنا قايل له انا عاوز اعمل كومباوند اوبجكت شيب ميرج بيك شيب، واختار الشيب بتاعي يلزق بالشكل ده كده بكل سهولة. تاخر ده او بعد كده هنمسحه. امسك الاسطح بتاعتك اديها اكسترود لجوه، سالب 2 سنتي، اوكي، تبقى بالشكل ده كده. احنا خلصنا الجزء بتاعنا. نبدأ بقى نقول له اعمل لنا بوليون. طبعا ونقدر نعمل الكلام دوت لما كنا بنعمل العراميس من الاول، يعني قلنا كذا طريقة. هنا هنروح قايل له احنا عاوزين نعمل برو بوليون او بوليون مش تفرق، ستارت، ونفتح الفتحة بتاعتنا بالشكل ده كده. وبعدين نرجع تاني 30 درجة بالشكل ده. يبقى احنا كده خلصنا الجزء اللي احنا هنشتغل عليه، اللي هو الجزء ده كده خلاص خلصناه. نبدأ بقى نعمل السلم بالحتة دي. طبعا دي كانت زيادة. السلم بتاعنا الأول حتى لو هناخده لوحده هناخد الكاد لوحده اهوت. ادي السلم بتاعنا، هنفعل السناب. أول طريقة هي إنك أنت تعمل كل واحد لوحده،
لانهم 3 درجات فمش مستاهلين، او انك انت بتبقى راسمهم من الاول ده لوحده وده لوحده وده لوحده، مش هتفرق كتير برضو. زي ما قلنا هما مش كتير، هما 3 درجات بس. هندي هنا سالب، اسف مفيش سالب بقى، هيبقى في الموجب هنديله 45 سنتي، وهنا قابي مثلا نروح مدينه 30، وهنا نديله 15. وعشان نسهل الموضوع على نفسنا تعالى بقى نرسم كل حاجة على طول. هناخد الجزء ده نخرجه بره دي اتاتش، ونخرج كل واحد لوحده. دي اتاتش ممكن ناخده كوبي عشان لو باظت في حاجة نبقى نقدر نعدلها. ناخده هنا كده ونقول له خليها لنا في النص. احنا كده كده هنظبطها دلوقتي لان كل واحدة هتبقى لوحدها. هناخد ده لوحده مش كوبي بقى، دي اتاتش بقى ده لوحده وده لوحده. وهنمسك ده طبعا نشيل البيفوت، هناخده هنا ده هنستخدمه كذا مرة، فهناخده عند السلم. المفروض الأنف بتاعي يبقى 3 سنتي مثلا، فأنا هشوف هنا هلاقيه أو 2 سنتي ونص، هلاقيه واخد حوالي 20 سنتي. فأنا هقسمه على 5، واخد 4، نقسمه على 60 مثلا، نخليه 60% منه. نقيس طبعا برضو ده كله المفروض تكون انت عامله بالاوتوكاد، بس مش هتفرق كتير، احنا كده كده هنظبطها اصلا اول ما نعمله لان السكيل ده ما ينفعش. هناخد دول لوحدهم، همسك دي بالسناب اقول له انا عاوز الانف بتاعي يبقى هنا وعاوزه يبقى هنا. طبعا هنشيل بقى الستارت شيب ميرج، يبقى هنا وبعدين نبدأ نقول له احنا عاوزين نعمل حاجة اسمها بيفل بروفايل، بيج بروفايل. ادي البروفايل بتاعي طبعا طلع كبير، هنبدأ نظبطه. مية وتمانين درجة. طبعا هنا عشان الستارت بتاعي ما كانش مظبوط، فانا هاجي هنا كل النقط بتاعت الستارت بتاعها من هنا الا دي، ودي بتحصل معانا كتير والناس ما بتبقاش فاهمه حصلت من ايه، انه يبقى نفس الشيب ولكن في جزء منه عكس الجزء التاني، عشان في نقط هنا ده الستارت، دي الستارت بوينت، فبيبدا من هنا، هنا برضو بدا من هنا، انما هنا العكس فاتعكست. فهاجي هنا واقول له ميك ستارت او ميك فيرست، هختار دي واقول له ميك فيرست، يبقى دي البدايه بتاعتي. لما اجي اجرب بقى البيفل بروفايل هتلاقيه مظبوط في كله. نبدا نمسك البيفو الجزم بتاعي واقلله، احنا قللناه الاول قلنا يبقى 20، وبعدين قلنا يبقى 60 كده شوية، فهنخليه 20 ونلفه. بالشكل ده كده يبقى ده الأنف بتاعي. طبعا التلاتة دول زي بعض، فهنخليهم جروب واحد او نديهم ايديت بولي واحد، ممكن نديهم اي ماتيريال مؤقتة دلوقتي عشان بس لونها يبان. حاجة بالشكل ده كده.
بعد كده هنبدأ نظبط البلوكات بتاعتنا. هاجي هنا، تعالى الاول قبل ما نظبط البلوكات نظبط الكرانيش دي. عندي ادي اول كورنيشة وادي التانية وفي التالتة الكبيرة اللي فوق. هنعمل الاول الاتنين الصغيرين دول وبعد كده نطلع على الكبار اللي فوق. هاجي هنا واخد الصغيرة دي، هنقول له دي لوحدها. طبعا ما فيش اي كرانيش الناحية دي، هي كورنيشة بس جاية على الجزء ده كده، وقفت لحد هنا. وبعدين هشيل طبعا ستارت نيو شيب عشان ما يبدأليش شيب من جديد، وبدأت من هنا تقريبا. ايوه بدأت من هنا لحد هنا لحد هنا وهنا، وبعدين رجعت تاني ثابت الكيرف، ومن هنا لحد هنا. هنا كده كده مش هتبان معايا. طبعا الشكل بتاعي لو جينا ناخده كده ايزوليت لوحده الت كيو هتلاقيه مش مظبوط، فاحنا هنظبط الفيرتكس بتاعته سواء على الزد الزيرو او على اي نقطة منهم، المهم بنطلعوا زي بعض بالشكل ده. ليه بيحصل ده؟ لانك انت بتعمل سناب على نقط، على مستويات مختلفة، على الدور الاول الدور الثاني الدور الثالث وهكذا. ده كده الشكل بتاعي. عشان نتأكد نقف هنا مظبوط، بس هنظبط البيفوت بالشكل ده كده. بعدين هاجي هنا واقول له انا عاوز اعمل بيفل بروفايل. ادي البيفل بروفايل او سويب ايا كان، ونروح شغالين بالشكل ده كده. طبعا مش مظبوط، عاوز يتظبط. هناخد ده لوحده، هنيجي هنا ونقول له اظبطه لنا، احنا كنا لافينه قبل كده. على 180 بالشكل ده كده. هنطلعه بس قدام شوية. انا هنا طبعا مش عارف اظبط من هنا واشوف الشكل، فانا هضغط على المسطرة عشان يثبت لي ان انا واقف على دي، وبعدين هبدأ اظبط. هتظبط ازاي؟ هبدأ احرك بقى بالموف لحد ما تظبط معايا. تظبط يعني ايه؟ يعني النقطة دي تبقى واقعة على النقطة دي، يمكن ما تجيش بالظبط قوي ولكن تبقى قريبة منها بالشكل ده كده. طبعا دي ما كانتش فوق، دي كانت على نهاية العراميس بتاعتي اللي هو يعتبر منتصف الدور، وعلى نهاية الدور التاني اللي هو لو جينا نحسبها على الارتفاعات اللي هو على ارتفاع 4.5 بالشكل ده كده. وبعدين كنترول في طلعت في حدود 2 متر، طبعا كتير. هننزلها، هي الفكرة كلها انها بس تبقى على بداية الكيرف، حاجة بالشكل ده كده. طيب دلوقتي عندنا مشكلة. ايه هي المشكلة؟ ان دلوقتي الكرانيش اللي احنا عاملينها دي هتعدي على الشبابيك. طب الحل ان احنا هنبدأ نقطع فيها. نقطع ازاي؟ بايديت بولي. اقول له انا عاوز اعمل كونكت كده. احنا محتاجين كونكت 2 3 4، محتاجين 4 كونكت. دي 1 2 3 4. اوكي، عمل لي الجزء ده كده. هبدأ من هنا عن طريق السكيل اظبط فيهم عشان يتعدوا. لو لاحظت هتلاقي جاي معوج، هتلاقي الخطوط بتاعت الكونكت جايه معوجه لان الخطوط مش قد بعضها. عن طريق السكيل هبدأ اظبطها كده في الاكس عشان تبقى قد بعضها. اجي من هنا اقول له وقفها لي لحد هنا بالسناب. طبعا هو هنا بعد كده هنظبطها عشان تبقى قريبة منها من الرسمة اللي احنا رسمينها. وهنا بنفس الطريقة بالشكل ده بالشكل ده. تحت برضه هتبقى نفس النظام. طب وبعدين هنبدأ نشيل بقى الايدجز دي والايدجز دي.
طب في فتحة هنا مش مفروض انها تبقى مقفولة، هعملها عن طريق ان انا هاجي على البوردر، ده بوردر وده بوردر وده بوردر وده بوردر، اقول له اعملهم لي كاب يتقفلوا بالشكل ده كده. هي فعلا بتبقى كده. هاجي تحت هنا بنفس الطريقة، احنا قلنا عاوزين 4 كونكت، وهنبدأ نشتغل كل التفريغات اللي احنا هنعملها في الكرانيش عشان ما تعديش على الشبابيك بالشكل ده، ونرجع تاني. ده كده بعد ما قفلنا الجزء بتاع الكرانيش الصغيرة. وهنبدأ طبعا احنا كنا ناسيين ان في جزء فوق هنا بالشكل ده كده عملناه. طبعا هي الشبابيك مختلفة شوية ولكن مش مشكلة يعني، الفكرة كلها بس ازاي نصمم وازاي نشتغل على الاكستيريور في 3 دي ماكس. هنبدأ نشتغل على الجزء الكبير بتاع الكورنيشة، اللي هي الكورنيشة اللي فوق. الكورنيشة اللي فوق هتبقى لما المشروع كامل بالدروة. هناخد المشروع ده وناخد الجزء الصغير ده بتاع الكورنيشة، او اسف الكبير بقى بتاع الكورنيشة الجزء ده، وهنبدأ نرسم. بدل ما ارسم، لو انت كنت راسم من قبل كده، احنا كنا واخدين هنا الجزء بتاع المشروع كامل، تقدر تستخدمه عادي. مش معاك وعاوز ترسم ارسم، مش مشكلة، ما فيهاش اي مشكلة خالص. هاجي اخد ده لوحده وهبدأ ارسم عليه. هترسم ازاي؟ ادي اللاين، وهبدأ اخد الجزء ده من هنا مثلا. طبعا لاحظ ان احنا كده بنرسم على التالت. دي مش هتفرق معايا لان كده كده هعمل لها كورنيشة تانية. وهنا بنفس الشكل اللي احنا كنا قايلينه، ان هو تبدأ ترسم الاضلاع بتاعتها وخلاص، بدل ما تقعد ترسمها، او عن طريق الارك بتنجز حالك بيها مفيش مشكلة. هاجي هنا، ده بتاع الدور الارضي بس طبعا هو مشوه شوية، فانا هبدأ اظبط الزد بتاعته. اول حاجة هخلي كل كورنر، يا ريت محدش يعملها بسكيل زي ما احنا كنا لسه عاملين التانية. دي حاجة ودي حاجة، السكيل بتاعها لما تيجي تدي اكسترود بعد كده هتديه بقيم مختلفة لانك غيرت السكيل، فيفضل ان احنا ما نلعبش فيها. هاجي هنا، ده الدور ده الدور الاول، او اسف الدور اللي هو الدور ده هنا كده. طبعا في مشكلة هنا هنظبطها دلوقتي، اللي هي مش هتمشي. ادي الشيب بتاعنا، هنزود فيرتكس، او بلاش نزود، هنشيل الفيرتكس اللي ورا دي، والفيرتكس دي هتيجي هنا لحد هنا. هو هيقف كده، هو على السطح ده كده الجزء ده. وبعد كده هنشيل شيب اللي هو عشان ما يعمليش شيب تاني، ونعمل على الجزء اللي فوق ده. ناخد ده لوحده هو كمان معانا. ده السطح بتاعنا، دي اللي المفروض تبقى بالشكل ده، اللي هو الجزء بتاع الدور التاني زائد الجزء اللي فوق بتاع الدروة اللي فوق دي. هاخد ده كده واقول له انا عاوز اعمل بيه في البروفايل وبيك شيب. ادي الشيب بتاعي بالشكل ده كده. هبدأ الفه زي ما احنا كنا لفينه 180 درجة. وهنبدأ نحركه لحد ما يظبط معايا، بس لازم نظهر المبنى. حاجة بالشكل ده كده. طبعا في حركة هنا ظريفة انا كنت عاملها في المشروع، اللي هو في تجويف هنا كده. السكشن بتاعي فيه تجويف عشان نبقى نحط فيه ليد لما نيجي نعمل الإضاءة الليلية. بيتعمل ازاي، او اي تعديل بيحصل على المشروع بتاعنا بيحصل ازاي؟ طبعا هنا شايفين دخل لجوه ما ظبطش، لازم نعكس السكشن، اسف المسار، او نخليه لوحده عشان احنا كنا بادئين بالشقلوب. خلي ده هو البداية بتاعتي الفيرست. بس في الحالة دي
هنلفها 180 درجة. بالشكل ده كده. الحالة اللي احنا بنقول عليها دي طبعا احنا مش عاوز السيجمنت دي بقى خلاص. احنا قلنا، انا مش عارف انتوا شايفينها ولا لا، السيجمنت دي مش تفرق معايا. كده كده هيبقى في حاجة قدامها بالشكل ده كده. السكشن هنا بتاع البروفايل هاجي اغير فيه شوية. هتغير فيه ايه؟ من تحت هنا هعمل التجويف بتاعي ازاي. هاجي ازود فيرتكس، هقول له انا عاوز ازود فيرتكس ريفاين فيرتكس. انا ليه عملت الاتنين دي؟ عشان واحدة هتثبت هنا على مسافة مثلا وليكن في الاكس سالب، خليها سالب 10، ودي كده هي ودي طبعا دول كورنر هيطلعوا في الواي 5 سنتي، ودي تثبت مع دي كده. ده السكشن بتاعي. التغيير اللي انا عملته في السكشن ده تعالى كده نشوفه في البي في البروفايل. شايفين هنا بقى في تجويف اهوت. التجويف ده بقى في تجويف. هنقدر بعد كده نحط فيه الليد اللي هينور في الجزء بتاع الإضاءة الليلية. هاجي هنا بنفس الطريقة، بما ان كده كده انا واخد نفس السكشن ده، هاخد بيه في البروفايل من هنا واروح راسم لاين هنا. طبعا هو دخل لجوه، فبالتالي اللاين هخلي الميك فيرست هنا عشان يطلع لي بالشكل ده كده. ده كان اكبر سنة بسيطة، فهاجي هنا على البي في البروفايل واروح مزود السكشن بتاعي، وليكن مثلا 125، وهبدأ اظبطه طبعا انا ضغطت مسطرة عشان يثبتهولي، واظبطه بالشكل ده كده. يطلع سنة في الزد، خليه عليه المينيمم. هو هنا طبعا مش هينفع، هنحول ده اديت بولي، نقول له المينيمم على الماكسيمم في الزد. التجويف عامل لي مشكلة، هروح منزله. طبعا واحنا في الايديت بولي نقدر نروح ماسكين البوردر ونديله كاب عشان يقفله لنا بالشكل ده كده. يبقى ده الجزء بتاع اللي فوق من المدخل، تبقى حاجة بالشكل ده كده. يبقى ده المشروع بتاعنا. هنبدأ نعمل بنفس الطريقة الباب التاني اللي هو هنا. هاجي اقول له انا عاوز ارسم طبعا ده في الليفت، هاخد ده لوحده واقول له انا عاوز في الليفت الباب بتاعي هنا تحت هنا، فاروح راسم مستطيل عادي جدا. وده يبقى الاسهل انه يترسم بالاوتوكاد. خلينا نرسمه من غير ما نشوف التاني. هنرسم مستطيل وليكن 2.5 في 2، وبعدين نروح محولينه اس بي لاين. من الاس بي لاين هنزود فيرتكس. هتزود فيرتكس ازاي؟ انت ممكن تزودها عن طريق ريفاين، او انك انت تعمل بريك لللاين ده، بس احنا هنزودها كده مفيهاش مشكلة بنفس الطريقة اللي احنا كنا قلنا عليها قبل كده. هنخلي دي كورنر ونمسك ده نوديه الناحية دي ونرجعه تاني -40 من هنا بنفس الطريقة، ولكن 40، ودول يطلعوا لفوق في الواي
2 متر، خليها 1.80 متر بالشكل ده، وامسك الاتنين دول واعمل لهم فيلت. اداني الجزء اللي انا عايزه. هنا انا هعمل اكسترود، مش هعمل زي ما كنت بعمل قبل كده. ليه؟ لان ده مربع، وممكن اديله كوبي هنا بالشكل ده، وكوبي هنا بالشكل ده، يقوم مديني الشكل ده كده، وده اللي احنا عايزينه فعلا. هرسم لاين هنا، اللاين ده هيعمل ايه؟ اللاين ده هديله بيفل بروفايل. انا كنت ناسخ بيفل بروفايل لو انتوا فاكرين، بالشكل ده كده، بس هعكسه. الموضوع ابسط من البساطة. اوامر بسيطة جدا بنستخدمها عشان نقدر نعمل بيها موديلنج. وهنطلعه فوق زي ما احنا كنا بنقول، من هنا في الزد، من هنا لهنا، وهنروح مدينه edit بولي عشان نقفل كاب بالشكل ده كده. يمكن المرة دي عاوزة تخس شوية، فهاجي هنا واقول له في البيفل بتاعي قلله شوية، خليه 75 بدل ما هو 100، رجعه ورا شوية، وانزله الحتة دي في الزد. بقى الى حد كبير مظبوط. ممكن اجي هنا بقى اعمل نفس الحركة اللي انا كنت عملتها في التاني، اللي هو ايه؟ اللي هو انا هقف في الفرونت واروح برضو باللاين عامل كده، اشيل الستارت نيو شيب واعمل كده. طبعا احنا ممكن نديله مقاسات بقى زي ما احنا عايزين، بس انا مش هنا، الفكرة مش في المقاسات. وهنعمل دون ميرور، ده يجي كده، او بتبقى رساهم بالاوتوكاد بتبقى اسهل. وبعدين ندي دول اوت لاين، وبعدين نرجع ندي شيب ميرج، طبعا ما اتظبطتش، هنا فيها مشكلة. خلاص خلينا نعملهم واحدة واحدة، لما يحصل فيها مشكلة نبدأ ندور على حل ليها. هنعمل دول لوحدهم ودول لوحدهم، خلي دي اتاتش، اعمل اللي فوق شيب ميرج، هي دي الشيب بتاعتي، شيب ميرج تاني، اذا فيها مشكلة. خلاص خلي الاستريت ده سهل انه يتعمل بكونكت، سهل ان ده يتعمل بكونكت. نعمل edit بولي، وعن طريق كونكت هنا
هيبقى الموضوع اسهل. نعمل كونكت ونظبط زي ما كنا بنعمل قبل كده ونرجع تاني. انا عملت الجزء اليمين ده بالشكل ده كده، وهبدأ اعمل سلايس عشان نستخدم اوامر جديدة، وعشان يطلع نفس الشكل هعمل سلايس لايه، للشكل بتاعي ده. بس هنلف البلان ده 90 درجة، وبعدين نقول له ريموف بوتوم عشان يجي لي ده، وبعدين ارجع اعمل تاني ميرور بالشكل ده كده انستنس، واخد الاتنين دول اعملهم جروب، وبعدين ابدا انقلهم هنا. ده 90 انستنس مرتين عشان يطلع لي بالشكل ده كده. هاخد واحد من الناحية دي مكان ده، واحد الناحية دي مكان ده. طبعا لازم دول يبقوا لوحدهم عشان اعرف اشوفهم. ده الاساسي. هاخد ده كده، وده كده، بالشكل ده كده. ده يبان كده ونمسح السطح بتاعه، وده ينزل تحت كده. ونمسح السطح بتاع ده برضو، ونطلع ده فوق. يبقى ده الشكل بتاعنا. نبدأ ناخده كوبي، او اسف ناخده جروب ونرجعه هنا، بس في الاكس. هيبقى حاجة نسنطره كده، يبقى حاجة بالشكل ده كده. طبعا المفروض دي تقل شوية، فاحنا ممكن نعمل لها سكيل، او ناخد الفيرتكس المستقيمة اللي هنا دي، بلاش اللي فوق، ونقلل سكيلها شوية ونطلعها تاني، او تمسك دي وتطلعها في الواي 15، ودي تطلعها 30، ودي تطلعها 45. يبقى احنا كده قصرناها 45 سنتي الى حد ما، بقت كويسة. ممكن برضو نديها نفس اللون اللي احنا بنديهولهم على طول، اللون ده كده. ده كده بقى الجزء بتاع الكرانيش والمداخل. نبدأ بقى نحط البلوكات بتاعتنا عشان نظبط الدنيا شوية. أول حاجة هنبدأ نحط البلوك بتاع الأعمدة دي. فين بلوك الأعمدة؟ طبعا هنا كان في كورنيشة تانية لسه هنحطها بتاعة الأعمدة. هاجي هنا أروح جايب العمود بتاعي، بلوكات أنا هعملها لكم هتلاقوها في الوصف بتاع الفيديو. هتروح واخد العمود ده الكولوم اهوت، تروح واخده ميرج اوبن، طبعا هو طالع ورا بالشكل ده كده.
طبعا عشان انا واخده من المشروع اللي قبل كده الاساسي اللي انا كنت عامله، فانت هتلاقي قريب السكيل بتاعه قريب منه، فانت هتشتغل على طول. هتظبط بس سكيلات خفيفة كده. هاجي هنا اروح حاطه عليه. هتلاقي بس عاوز يقصر سنة يطول سنة الكلام ده، يدخل جوه. هننزله لتحت المينيمم على المينيمم. طبعا عشان نظبطها بالظبط هيبقى الموضوع صعب، فبالتالي انا بروح اعمل الاف اف دي 2 في 2 في 2 عشان اروح ماسك ده ومفعل السناب وظبطه على هنا، يبقى هو بالشكل ده كده. ممكن بعد كده تقلل السكيل في الاكس والواي، بس مش مشكلة، هو كده الى حد ما مظبوط. واجي انسخ واحد جنبه تاني عشان يديني اتنين بالشكل ده. يمكن ده عاوز يدخل سنة بسيطة، هي بس الفكرة في عشان تبقى القاعدة شبه واحدة تبقى بالشكل ده كده، فهنسيبها زي ما احنا عاملين. طبعا للأمانة مش كل حاجة بتطلع بالتيبيكال يعني أو بالمقاسات بالمظبوط، عشان بتبقى في حاجات مش مظبوطة أصلا في الشغل الكاد نفسه. وبما إننا بنشتغل على برنامج إظهار مش مشكلة، ده كله بيتظبط ساعة ما بتيجي تشتغل رسومات تنفيذية أو وركينج يعني. هنا أنا كنت عامل لهم قعدات منفصلة، بس لو أنت عاوز تظبطها أكتر هتعمل القعدة دي واحدة. ده هنا لازم يدخلوا مع بعض كده، فانت هتضطر تعمل لهم قعدة واحدة. فاذا ممكن من الاساس اصلا تعمل لهم كلهم قعدة واحدة. يعني ايه قعدة واحدة؟ او الكلام اللي انا بقوله انك انت هتظبط العمودين بتوعك. هناخد بس السلم عشان نشوف اتجاهه، وبعدين تمسك القواعد بتاعتهم. دي قاعدة، ودي قاعدة، ودي قاعدة، ودي قاعدة. تمسحها، وبعدين انت ترسم لهم القواعد بتاعتهم. هنا دي فيها حتة لسه ما اتشالتش، طب هنا هترسم لهم القاعدة بتاعتهم بالشكل ده كده. يبقى -60. تديله اكسترود. طبعا الاكسترود على حسب الارتفاع بتاع قاعدة العمود الأساسية. هتبقى 19 أو 20 بالتسهيل يعني. وهاجي هنا بنفس الطريقة أرسم القاعدة التانية. ولو انت عاوز تظبط الرسم ده بيبقى من الاوتوكاد اسهل، وعرفنا ازاي بندخل من الاوتوكاد. يعني حاجة بالشكل ده كده، ونديها برضو الاكسترود بتاعها اللي هو ال20 سنتي
نمسك دول ودول، تبقى دي القاعدة بتاعتهم، ويبقى ده المدخل بتاعي بالشكل ده كده. ممكن نبقى نزود دي شوية او نطلعها شوية، مش تفرق من الاول يعني. ده كده بالنسبة للمدخل ده. هناخد ممكن ندخل العمود تاني عشان نعمل المدخل ده، ناخده ايزوليت، هنرسيه على الارض الاول، الاين مينيمم على المينيمم. خلينا ناخده من هنا مش مشكلة اهو. ونعمل له سكيل، سكيل تاني. طبعا انا شايف منين؟ شايف من هنا اهي، دي الحافة بتاعت الفرونتون او المدخل اللي انا عامله، فهنا هتبقى يعني الى حد كبير قريبة. فهاجي من هنا واقول له خليها لي عن مينيمم على المينيمم بالشكل ده كده. هيبقى ناقص حتة صغيرة بس هنظبطها عن طريق الاف اف دي، سواء نطول او نقصر بالشكل ده كده. وهنبدأ ندخله في مكانه اللي هو التقاطع ده والتقاطع ده. وكنت انا عامل هنا برضو بالشكل ده كده. يبقى دول الاربع اعمدة بتوع الفرنتون دي او المدخل ده. يبقى انا كده خلصت المدخل بشكل كبير، ناقص بس الكورنيشة بتاعت المدخل اللي لفة هنا واللي لفة على الجزء بتاع الأعمدة هنا وهنا. هظبطها ازاي؟ هاجي هنا واروح قايل له انا عاوز اخد الأعمدة بدي، وهنا الأعمدة بدي، وهاخد الجزء ده والجزء ده. مخدناش الأعمدة اللي هنا. هنا أنا عندي الكورنيشة دي اللي هي الكورنيشة دي، والكورنيشة دي اللي هي الكورنيشة اللي لفة على المبنى كامل اللي هي الصغيرة. فاحنا هناخد أول حاجة الكورنيشة اللي على الأعمدة اللي هي تقريبا قريبة من القاعدة اللي تحت. يعني لو جينا بصينا هنا هتلاقيها قريبة جدا من القاعدة اللي تحت. فأنا هاخد القواعد اللي تحت هبدأ أرسم الشيب بتاعي بالشكل ده. ادي اول واحد ستارت نيو شيب، هشيلها واخد تاني بالشكل ده، وهبدأ اقول له انا عاوز اعمل بيه في البروفايل للشيب ده. وابدأ اظبطه اشيل السناب طبعا كبير. فانا برضو هرجع تاني واقول له انا عاوزه سكيل، عاوز اسكله قد ايه، وليكن مثلا 60. ده الى حد كبير كويس، وارفعه لحد فوق بس بعد ما اظبطه.
ونفعل الايديت بولي ونقول له احنا عاوزين المينيمم على الماكسيمم بالشكل ده، ولكن هناخده كوبي ونشيل البي في البروفايل ونديله ايديت بولي ونرفعه هنا عشان يقفل لنا الشكل ده كده، وندي الاتنين جروب او اتاتش ونديهم نفس الماتيريال. طبعا هي بس عاملة ازمة عشان الحوار بتاع الجزء ده. هننزل ده 5 سنتي اللي هو حتة الفتحة اللي احنا كنا عاملينها، هننزل ده 5 سنتي عشان يقفل معانا، وننزل ده ما ننزلهوش عشان يبقى معانا بالشكل ده كده. بعدين نرجع نعمل الجزء بتاع الكورنيشة التانية دي بنفس الطريقة. هنرسم شيب بالشكل ده كده. هجيب الشيب ده منين؟ بتيجي من ورا. انا بس هناخد ازاي نجيب الشيب بتاعي اهو عشان بس ما نتعبش فيه. هجيبه ازاي؟ ادي الايديت بولي، هاخد الجزء ده كده لوحده، دي اتاتش بره كولون. ولو انتم ملاحظين او فاكرين قبل كده احنا كنا واخدينه قبل كده من البوليون، احنا كنا راسمينه اصلا. طيب خلينا نجيبه. ادي الشيب معاك اهو، تقدر عادي ترسم عليه، تقدر تاخده هو بالميك شيب، تاخد الجزء ده كده وتعمل له ميك شيب فيتحول لشيب. وممكن بطريقه اسهل شويه انك انت كده كده كان معاك البروبوليون ده، فانت هتقول له استخرج لي اكستراكت الجزء ده مثلا، والجزء ده هتاخد منه اللاين وتبدأ تشتغل عليه عادي جدا. يعني انت هتشيل الجزء ده وبعدين تقول له انا عاوز اعمل بي في البروفايل وسويب. ادي البروفايل بتاعي بالشكل ده اهو، فيعمله لك بالشكل ده. تبدأ تظبطه 180 درجة، لا 90 درجة، وتعمل له روتيت. ولا هو كده مظبوط؟ لا هو كده مظبوط. هتبدأ تلزقه بس. شيل دي، لزقه هنا في السنتر بتاعك. لف دي 30 درجة الاتنين او 60 درجة، 30 درجة، وقول له خليلي المينيمم في الواي على المينيمم هنا، خلي دي الماكسيمم، وابدأ اظبطها عن طريق الاف اف دي. البي في البروفايل عاوز يبعد شوية بالشكل ده كده. وطبعا بالايديت بولي بس من فوق هنقدر نرفع الجزء ده لحد هنا، وارجع تاني لفها 30 درجة. لف ده لوحده 30، عشان بعدوا هما الاتنين لما عملنا غيرنا. هنظبطها ازاي؟ هنظبطها من الجزء ده، لان ده المفروض يبقى على ده. الجزء ده يجي هنا كده اتظبطت. طبعا انا ما بحاولش ان انا اقعد اسجل في الاول الحاجات اللي بتحصل عشان
اديلك الشغل كامل من غير ما يحصل فيه غلطة. احنا بتقع قدامنا غلطات، بتقع قدامنا كلنا، يعني هتلاقيها بتقع قدامك كتير الحركات دي، فاحنا بنشوف حلها ايه. ما بنحبش نشتغل واوريك الشغل اوتوماتيك على طول كده، ده بيتعمل كذا وده بيتعمل كذا وده بيتعمل كذا. بتشوف قدامي الغلطة وبتشوف بتتصلح ازاي. ده كده بقى الجزء بتاع الكورنيشة اللي موجودة على المدخل بتاعي. بنفس الطريقة هنعمل الكورنيشة اللي موجودة هنا على الأعمدة وعلى الجزء بتاع القرش برضو لو انت هتعمله. انا مش فاكر هنا كان معمول ولا لا، هنا ما كانش معمول، هنا كان معمول بتاع الجزء بتاع الأعمدة بس، وكان كل عمودين مع بعض، يعني العمود ده مع العمود اللي قصاده والعمود ده مع العمود اللي قصاده. هنعملهم ونرجع لبعض تاني. ده كده بعد ما خلصنا الجزء بتاع المدخل الصغير التاني، وبكده نكون خلصنا الموديلنج تقريبا للمشروع كامل. الباقي بس هيبقى شوية البلوكات بتاعة الشبابيك. طبعا احنا مش هنعملها بلوكات او مش هنجيبها بلوكات، احنا هنعملها بايدينا عشان نعمل المشروع كامل بايدينا. بس هيبقى ناقص البلوكات بتاعة الجبس اللي هتتحط، بعض البلوكات الديكور، بعض البلوكات عشان تبين المشروع، شوية الشجر اللي هنحطهم، شوية العربيات، النخل، الأرضية، اللاندسكيب، الكلام ده كله. وبعد كده نبدأ نرندر. بكده نكون خلصنا المحاضرة بتاعتنا عشان ما نطولهاش أكتر من كده. يا رب تكونوا استفدتم. كان معكم محمد نبيل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.